بص، حاول تتوب لربنا دلوقتي، فمحدش هيعدي الايام الجايه الا التايه. علامات الساعه ظهرت. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول: لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمن وتظهر الفتن ويكسر الهرج، يعني القتل. العلم مبقاش حد يهتم بيه زي ما انت شايف. الزلازل، شفت الفتره اللي فاتت كميه الزلازل اللي حصلت؟ الزمان ما بقتش بتحس بالوقت من سرعته. رمضان بتحسه ان كان من كام يوم وبعدين دخل علينا العيدين وخلصوا. حتى القتل بقى خبر عادي بنشوفه على النت وعلى السوشيال ميديا وعلى التلفزيون. طيب نعمل ايه بقى؟ واحد من الصحابه سأل الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وقال له: طيب وما النجاه؟ بمعنى يعني احنا ننجو من الحاجه دي ازاي؟ فالنبي عليه افضل الصلاه والسلام قال له: امسك عليك لسانك، يعني ما تدخلش في نقاش ولا جدال، حاول تتحكم في نفسك وليسعك بيتك، بمعنى من بيتك لشغلك ومن شغلك لبيتك، وابكي على خطيئتك، يعني حاول تتوب دلوقتي. فلو شفت كل العلامات دي ومش هتتوب لربنا فغضب ربنا هيجي ومش هينجو من غضب ربنا الا التايه. شيروا الفيديو ده في كل حته على قد ما تقدروا علشان الناس تاخد بالها. وبس كده، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك وانت ماشي.